مرحبا بكم في قناة Cooking with me. اليوم باش نقدم لكم وصفتين. المكون الأساسي نتاعهم هو البتراف. البتراف غني بمضادات الأكسدة بالحديد وبالفيتامين سي. أول وصفة هي عبارة عن عصير الفريز مع البتراف. باش ناخذ البتراف نقصه مكعبات ونصمتوه في الماء بدون أي إضافات، ونتحصلوا على بتراف مكعبات وعلى عصير البتراف. ناخذوا الخلاط نصبوا ماء البتراف ونحطوا مغرفة من مكعبات البتراف المصموطة، ونزيدوا كعبات الفريز اللي غسلناهم ونظفناهم من قبل. ثم اللي يحب يضيف السكر، لكن انا ما ننصحكمش لانه يفقد خصائصه الغذائيه، والا تضيفوا مغرفه عسل، والا تخليوه كيف ما هو. هذا العصير اللي تحصلنا عليه باش نصبوه في دبابز صغار. شوفوا اللون والقوام والبنة. وهكا كملت معانا وصفتنا الاولى. نهزوا الدبابز، نجمو نحطوهم يبردوا شويه والا نشربوهم كيما هما بصحه وبالشفاء. توا باش نبداو الوصفه الثانيه، واللي هي عباره على سلطه خضراء مشكله، وباش نزيدوها البتراف. هو في العاده البتراف نعملوه مع سلطه مصموطه، اما صحيه اكثر انه يكون مع سلطه خضراء تكون مكوناتها فريشكه ونتمتعوا بها بنينه، وزيد فيها الالياف والفيتامينات نتاعها. اول حاجه باش نقصوا الخس، نقصوه مكعبات والا شرايح هكا كيف ما تشوفوا فيه. سلطه خضراء عاديه مكوناتها خس، طماطم، فقوس، واللي يحب يزيد السفناريا، اللي يحب يزيد مايس، اللي يحب يزيد زيتون مقصوص، تقعد حسب الاختيارات. هذا الخس، هذا البتراف اللي قصيناه وعملنا منه وصفة عصير الفريز. بقى منه المكعبات هذوما باش نزيدوهم للسلطة. توا باش نكملوا نقصوا الطماطم،
تقصوها مكعبات زاده هي. انتوما حسب الرغبه تحبوا تقصوا مكعبات خشينه ولا زايده. ونكملوا توا الفقوس نتاعنا باش نقصوا مكعبات زاده هو. كملوا نحطوا الفقوس اللي قاسينه مكعبات. شوفوا محلى لونها السلطه كيفاش الوان بين الاخضر والروج بوردو والاحمر، ياسر الوان منعشه وفي الوقت ذاته فيها برشا فيتامينات. توا باش نزيدوها عصره قرص. انا الحقيقه السلطه ما نحبش نعملها الملح، ما نحبش نعملها زيت زيتونه باش ما يفقدهاش المنافع نتاعها. هاو كنتوما اللي يحب ياكلها بالقارص كهو، والا يحب يزيدها الملح ويحب يزيدها زيت زيتونه ما فما حتى مشكل. بالنسبه لي انا هكا مغذيه ونافعه وتحافظ على اليافها وعلى فيتاميناتها الكل. ان شاء الله الوصفات الزوز عجبوكم وان شاء الله تشجعوني وما تنساوش اللايك والاشتراك. شهية طيبه.